وهيقعد حوالي 4 أيام في مصر، وهيجتمع بمجلس إدارة النادي المصري. ولكن عندي خبر جديد وخبر غريب وخبر مش مفهوم. لجنة اتحاد الكورة بعت جواب. اتحاد الكرة بعت جواب للنادي المصري بيقول له ابعت من حقك خلال 10 ايام ان انت تبعت يعني تظلم للجنة التظلمات عشان موضوع العقوبة الموقعة عليك. طب نقراها كده شوية اهي. وذلك وبناء عليه فمن المقرر ان يؤجل المصري خطوه اللجوء للفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه، ذلك لاتباع الطرق القانونيه من حيث التظلم ضد عقوبه لجنه التظلمات لدى اتحاد الكره في مده زمنيه قدرها 10 ايام من تاريخ توقيع العقوبه. في حال عدم قبول التظلم او طعن المصري ضد القرارات فستكون الخطوه القادمه هي المحكمه الرياضيه الدوليه. ويعني انا عايز اعرف يعني هل اتحاد الكره بعت قال لهم يعني تظلموا لدى اتحاد الكره ولا لدى لجنه التظلمات؟ يعني لو لدى اتحاد الكوره دي قصه، لو لجنه التظلمات ما ينفعش يتظلموا فيها لان هم وجهوا الشكر لكل اللجان. يعني ما فيش، يعني ما ينفعش اتظلم. المستشار حازم بدوي قال ايه؟ ان من حق اي نادي انه يتظلم، بس هيتظلم مين؟ للجنه التظلمات تاني. طب لجنه التظلمات مش موجوده، طب اتحاد الكوره باعت ليه النادي المصري بيقول له تظلم لدى لجنه التظلمات وانا شلت اللجنه؟ انا مش حد يفهمني، انا مش فاهم. ولا اتحاد الكوره هيتظلم اتحاد الكوره واتحاد الكوره هيطلع قرار فوق لجنه التظلمات؟ طب لجنه اتحاد الكوره مش من حقه يطلع قرار فوق لجنه التظلمات لان لجنه التظلمات قراراتها خلاص نهائيه. يبقى الوحيد اللي اقدر اتظلم له هي لجنه التظلمات. لجنه التظلمات قالوا لها ثانك يو، شكرا، كل اللجان، حكام، شؤون لاعبين، تظلمات، صالات خماسيه، شواطئ، كل حاجه، شكروا الدنيا كلها. فايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، حد يفهمني. طيب اجتماع النادي المصري هيكون يوم الخميس باذن الله. وبكره على فكره في المصري اليوم كامل ابو علي عامل يعني حديث قوي جدا وبيتهم الاعلام الاحمر ان هو السبب ما حدث من فتنه. وبيقول ان النادي المصري لن يهبط، وان هو هيتخذ القرارات القويه، وان هو لديه محامي سويسري قوي جدا يعني هيتخذ كل الاجراءات في المحكمه الرياضيه الدوليه. ده اول حديث قوي جدا لكامل ابو علي. كمان نروح ل